عايزه اقول لكم انا عملت الكيكه القمر دي على البوتاجاز وطلعت معايا بنفس الجمال واللون والتسويه بتاعتها مظبوطه احسن من اي فرن زي ما انتم شايفين. وهوريكم السر في ايه في التسويه على البوتاجاز. اول حاجه بس هجيب معايا كوبايتين دقيق، والكوبايه اللي هعاير بيها الدقيق هعاير بيها كل المقادير بتاعه الكيكه عشان تطلع معاكي مظبوطه. هحط معلقه كيك شيف كبيره، وهحط معلقه نشا. واهم حاجه ما تحطيش باكو كيك شيف كله عشان بيخلي الكيكه وهي على النار بتفرقع معاكي. فهي اهم حاجه احط لها معلقه واحده طالما هتستعملي زي ما انا استعملت هنا بيضتين وكوبايه الا ربع سكر وباكو فانيليا، وهضربهم ضرب كويسه جدا عشان السكر يدوب معايا. بعد كده هنزل بكوبايه اللبن وتكون بدرجه حراره المطبخ عندك، وكوبايه الا ربع زيت، وهحط عليه معلقه سمنه عشان تديني طعم حلو للكيكه. بس هضرب الخليط دوت في الخلاط زي ما انتم شايفين، وهبدا انزل على الدقيق بنفس الطريقه، وانا بقلب في اتجاه واحد مش في اتجاهين عشان الكيكه تطلع معايا هشه واسفنجيه وتعلى معايا وانا بسويها. اهم حاجه الخطوه دي في نجاح الكيكه. بس هحط بقى ربع كوبايه ميه سخنه مغليه، وهي دي اللي بتدي النتيجه للكيكه جميله جدا وبتسويها وبتخليها هشه معاكي وبتدي معاكي السوى اللي انت شفتيه في اول الفيديو. هجيب بقى كده الخليط وهتأكد ان مفيش اي تكتلات ولا اي ضيق في البولة بتاعتي، وهبدأ اجيب صينية مقاس 20. عشان انا عاملة بيضتين، فالبيضتين هياخدوا مقاس 20 في الصينية، مش هياخدوا اكبر من كده. دي الحلة اللي انا هسوي فيها الكيكة على البوتاجاز، بتسوي احسن من اي فرن. الحلة دي بجد ممتازة في التسوية، بتخلي الكيكة تطلع معاكي زي ما انت شفتيها في اول الفيديو تسوية، ودرجة الحرارة بتاعتها متوزعة، وده الغطا بتاعها كأنك حطاها في الفرن بالظبط. هشغل النار وهخليها في المتوسط، وهغطي الكيكة زي ما انتم شايفين بالغطا بتاعها، وهسيبها لغاية ساعة الا ربع. هبدأ اعري عليها اوريكم بس التسوية في نص التسوية كده عشان تتأكدوا ان انا بسوي الحاجة مظبوطة. بس كده الكيكة معايا ده اللون بتاعها من فوق الوش عشان مغطياها واخده نفس تسوية الفرن بالظبط. بص عشان تعرفي اللي هي استوت معاكي بخلة شيش طاووق وتبداي تضغطي عليها في النص. الكيكه طالعه معايا هشه اسفنجيه، الكيكه لسه سخنه هنا ما كانتش بردت خالص. وده الكيكه بصوا التسويه درجه الحراره بتاعه الحله كانت متوزعه بطريقه مظبوطه جدا احسن من فرن البوتاجاز. بصوا بقى التقطيعه بتاعتها كمان، بصوا الكيكايه عاليه وهشه واسفنجيه، ربع كوبايه الميه السخنه جميله جدا. جربيها وقولي رايك فيها في التعليقات، وعايزه لايكات كتير قوي للفيديو.